السلام عليكم حبوباتي، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه لاياسي ديالي. سمحوا لي بزاف على هاد الغبره وعلى هاد الغيبه الطويله. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم بسطيله بالدجاج واللوز. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وبغيت نشارك معكم الطريقه ديالي. الوغ ما نكثرش عليكم الهضره بزاف، وخليكم معايا حتى الاخر لا فيديو. اهلا البنات، بالنسبه للمقادير غادي نحتاج معلقه كبيره تاع الخرقوم البلدي، معلقه صغيره تاع الابزار، معلقه كبيره سكينجبير، معلقه صغيره ديال قاقله، وغادي نحتاج كاس الماء والزيت البلديه والملحه والزعفران الشعره. انا عندي الدجاج، عندي هنايا المهم غنعطيكم مقادير ديال جوج دجاجات. الدجاج بعد ما غسلته ولقيته هذا، انا في واحد الاناء ضفت فيه الملحه. درت معلقه صغيره تاع الابزار، معلقه كبيره تاع سكينجبير، معلقه كبيره تاع الخرقوم بلدي، معلقه صغيره تاع قاع. غادي نضيف هنايا شويه تاع الزعفران الشعره، وغادي نضيف الماء. حيت هاد لاصوص اللي غادي نرقد فيها الدجاج. ومن بعد البنات راني نسيت ما ضفتش العسل، باردون السمن. انايا زدت معلقه كبيره تاع السمن. هنايا في واحد الطنجره، انا حيت عندي طنجره شويه صغيره درت جوج طنجرات، ولكن القياس ديال جوج دجاجات. هنايا درت الدجاج، غادي نصب عليه هذيك القابه، غادي نخليه مرقد فيها حتى يشرب ليه هذيك العطريه مزيان. عاد غادي نكملو، عاد غادي نديرو يطيب، تخليه شويه مرقد هكا. كيف كتلاحظوا معايا في الصوره. صافي، وغادي نزيد عليه، راني زدت عليه البنات واحد تقريبا نص كاس تاع الزيت البلديه، راه ما تصوراتليش. صافي ابخي غادي نزيد عليه البصله عندي هنايا 2 كيلو، حيت عندي جوج ديال الدجاجات. عندي كل دجاجه كتوزن كيلو ونص، يعني فيها 3 كيلو تاع الدجاج، 2 كيلو تاع البصله. البصله شلتها رقيقه، وزدت عليها كاس ديال السنيده، واحد معلقه صغيره تاع القرفه تكون عامره بومبي هكا كيف كتشوفوا. وهنايا زدت عليها واحد القبيطه تاع المعدنوس، غير باش يطلق لي البنه. صافي غادي نخليها حتى يتشحر لي، ما غنزيد ليه لا ماء لا حتى شي حاجه، لان البصله كتطلق الماء، وغادي نخليه يطيب في الماء ديال البصله. غنخلي داك الدجاج كيطيب في الماء تاع البصله. وهنايا البنات لو طون اللي كيطيب الدجاج، انا غادي نقلي اللوز راني نقيتو ليله قبل. نقيت اللوز وفسختو، خليته ليله قبل باش ينشف، عاد درتو باش يتقلى. هنايا درت واحد المقله فيها الزيت بارده، حطيت فيها اللوز ديالي في الزيت بارده. هانتوما كيف كتشوفوا البنات، حتى كتاخد اللوز حتى كيولي ياخد هكا لا كولور غوز، عاد كتحيدو من المقله، لانه هو اصلا ملي كتحيدو كيطلق سبحان الله العظيم كيكمل الطياب ديالو. تكون في ما تخليش حتى يتحمر بزاف. هنا بعد ما تقلى لي اللوز، راني حمرته، راني قليته وطحنته. زدت عليه 3 المعالق كبار تاع السكر الثقيل، سكر كلاصي، وواحد معلقه كبيره ديال القرفه. و صافي، وهنايا زدت واحد شويه الزهر كيبقى اختياري. انا حيت كيعجبني لوكود الزهر هذاك الشيء بزتو، الا الا ما متوفرش عندك ولا ما كيعجبكش لوكود الزهر ما ديريش. هنا البنات كيف كتشوفوا ها هو الدجاج ديالي طاب وفرتته. وهنايا غنخلي الدغبيره ديالي حتى كتشحر مزيان، حتى كتنشف هذيك الدغبيره تاع البصله. هانتوما كيف كتلاحظوا معايا في الصوره، كنبقى هكا نحرك فيها حتى كتنشف لي، حتى ما كيبقاش فيها الماء نهائيا، تتولي ناشفه. صافي، ومن بعد كنزيد عليها البيض. بالنسبه للبيض انا استعملت 10 البيضات، في جوج تاع الدجاجات 10 البيضات. صافي غنخلي داك البيض حتى يطيب، ومن بعد كنزيد عليه شويه ديال المعدنوس من الفوق كيف كتلاحظوا معايا في الصوره. هنايا البنات انا في هذيك الدغبيره احتفظت بواحد الزلافه، خليتها
حتى فرتة الدجاج، ملي كنفرتت الدجاج كنزيد عليها هذيك الزلافه تاع الدغبيره، وكنديها ونجيبها كنخلطها في هذاك الدجاج باش ما كيجيليش ناشف، باش الدجاج ما كيجيش ناشف ملي كدير له هذيك هاد الطريقه. صافي هنايا كملت كاع المراحل. دابا غادي ندوز للتعمار ديال البسطيله. هنا خديت الورقه ستفتها هكا في المول كيف كتلاحظوا معايا في الصوره. بالنسبه للمور راني دهنته بالزبده، عاد حطيت عليه الورقه من الفوق. صافي كنبدا نستف في الدجاج كنبدا نستف فيه وكنستف كاع الجوانب باش ما كتجينيش بلاصه عامره وبلاصه خاويه. كنحاول نعمر هذاك المول كامل، الجوانب وكل شيء. صافي كنبقى هكا نستف فيه. ابخي كنزيد الدغبيره ديال البصله والبيض، كنزيدها هكا. نتمنى انكم تجربوها ان شاء الله، كتجي زوينه البلاص ولذيذه. صافي ومن بعد كنعاود ندير طبقه واحده اخرى تاع الدجاج من الفوق كيف كتلاحظوا معايا في الصوره. ابخي كنزيد واحد الورقه هكا، غير ورقه واحده كنديرها من الفوق وكنضيف عليها اللوز. كنستفو هكا بهاد الطريقه كيف كتلاحظوا معايا في الصوره. صافي ومن بعد كنبدا نجمع في الورقه ديالي وكندوز باش كنلمط البسطيله. صافي بعد ما لمطت البسطيله وهذا كتجي على هذا الشكل هذا. دهنت ليها وجهها مزيان بالزبده. ومهم انا حيت كانوا عندي الضياف حتى لو لوندوما انا وجدتها ليله قبل، وغادي نخلي حتى لغد لي عاد طيبتها. آه صافي كتدخلها الفران طابت، وهذا هو الشكل النهائي تاع البسطيله ديالنا. زوقتها باللوز افيلي هكا ودرت عليه السكر الثقيل، وهنايا سلقت البيض ديال السمان، زوقت به هكا في الجنيبات وحطيت والبريوات تاع اللوز هكا في الجنيبات تاع الطبسيل ومن الفوق. نتمنى ان لا فيديو اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها ان شاء الله. والناس اللي مازال ما اشتركاش في القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم جديد القناه، وما تنساوش لي لايك البنات. وزاقول لكم تبارك الله عليكم، ونتلاقاو فيديو مقبل باذن الله. السلام عليكم.